قبل ما نتكلموا على واش ديما نتكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اطول نتكلموا على هذه الحلقه اللي رانا فيها. الحلقه هذه اللي رانا فيها لازم تقطعوها وتقربوها وتعطوها كل الاهتمام تاعها. جلسه رياح. علاه نعطوها كل الاهتمام تاعنا؟ لانها حضره، كيقولوا الحضره الرسول صلى الله عليه وسلم راه حاضر معنا، ولكن الرسول باش يحضر معنا في هذه الحضره اللي رانا فيها لاننا نطلب من المولى عز وجل هو صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يخص يكون فيها شيء من الادب. وش هي هذا الادب؟ ربما الاستاذ راح يتكلم عليها ولا راح نشوف الاشياء اللي انا قصدي ما كنتش راح يتكلم عليها في الفرصه الجايه ان شاء الله. لكن راح نتكلم عن الاشياء التي حققت. اول حاجه ناخذوها بعين الاعتبار، كي يجي خارج من داره انه يقول يا ربي راك قلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. راني رايح للمسجد باش نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتب لي هذا الاجر. خلاص اول حاجه كي يجي خارج من دارنا نقول يا رب انا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، اكتب لي هذا الاجر، وبهذا راح يكتب لك الاجر بحول الله ليك والاهل تاعك بطبيعه الحال. الشيء الثاني، قبل ما تدخل للمسجد لازم تكون متوضي، تدخل على وضوء. كثير من الناس يتوضا للعصر مثلا وما نعرفش راه يلعبوا على كثير من الاشياء، يقول المغرب الله اكبر يدخل مباشره يقرا المتوضي، يدخل هكا بدون الله مش متوضي راح يرقد. خص قبل ما تدخل لدارنا توضا في المنزل تاعك، لان الخطوات اللي تجينا من دارنا حتى المسجد وانت متوضي كلها تكتب لك حسنات. الشيء الثالث اللباس، حاول انك تحضر معايا الى هذه الحلقه بلباس نظيف ومعتنى به. يقولوا لباس نظيف ومعتنى به، كثير من الناس راها من العصر البر يلعب في دراجه ولا في موضوع ولا طالع ولا حاجه، يقول تدخل هذه الخبره تاعك هذه الرائحه تاعها وكذا، هذه كلمه لازم تدخل. بص اذا كان دير المغرب ولا قريب هو دير المغرب، روح للمنزل تاعك توضا والبس لباس طيب لباس مليح وروح. الشيء الثالث الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، الريحه. يقول حبب الي في دنياكم ثلاثه: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الريحه. كي تجي باش تستمتع الرسول صلى الله عليه وسلم دير شويه ريحه وروح تريح. شيء واحد اخر، الجلوس. الجلسه تاعنا في هذه الحلقه لازم تكون جلسه تاع طالب علم معتدله، ماشي واحد طلع كرايه واحد كسر كرايه. ما نقلدوش كيما وما نقلدوش نفس الحاجه، راه ما عندكش جلسه خاصه. خلاص السي مولاي ما يقدرش يكمل كرايه، راه كبير وكان يكملهم يوجد. والاستاذ يريح هذا السلك تاع الناس المطربه. ليه؟ لان انتم تريحوا الراحه تاعنا. اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتاه جبريل وقال الاسلام وكذا وكذا، كي راح قال لقد جاءكم جبريل يعلمكم دينكم. الراحه تاع سيدنا جبريل عليه السلام كان حاط ركبتيه في الارض جنب ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هذه يشرح لي ان شاء الله في فرصه اخرى. شيء واحد اخر لازم يكونوا يديروا في عمليه القراءه هذه، يكون عندها واحد الحاجه اسمها الوقار، احترام النفس. هذه كثير من المرات تدخل بعض المساجد تلقى اطفال واحد يضحك واحد يلعب واحد يدوز واحد يدير في بعض الاشياء التي ما تعطيش هذه الجلسه القيمه تاعها. خصنا نحترم الجلسه. علاه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم راه معنا، ولا الرسول معنا خص اننا نحترم هذه الجلسه. شيء واحد اخر اسمه التركيز. رانا نقراو في قصائد، ربما لو كان نطرح سؤال على واحد فيكم درك واش قرينا ولا واش هي القصائد اللي قريناها البارح حتى واحد يشرح لي. القصائد هذه مهمه جدا جدا، كنركزوا فيها نلقاو فيها واحد المعاني، نلقاو فيها واحد القصص، نلقاو فيها واحد الاشياء التي تذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابه تاعو او المجتمع تاعو. يخص كي يكونوا نقراوها بتركيز وبتمعن جيدا. الهدف من هذه القراءه هذه مش نكملوا هذا الكتاب، احنا كي نقراو غير حرف واحد في يومين ونفهموا واش راه يقول. ربما حتى الاستاذ يقدر يشوف لنا واحد يقدر يشرح بعض المعاني فيه، هكا نفهموا واش رانا نقراو، ماشي غير دك ونخرجوا ماناش عارفين واش رانا نقراو وما نركزوش في هذا الشيء. هذا شيء واحد هو الصوت الحسن. مجلس في بعض المساجد تقريبا راهي نفس الرنه تدور في كل المساجد. ما عندنا مسجد العتيق، يعني واحد الرنه خاصه هذيك
الصحة تجيك واحد المشاعرية، تحس بواحد هكا الحماس تخليك تروح تحضر هذيك الجلسة. بينما الصيام لما ما نقراوهاش هي ماهيش. السيد الإمام المرة اللي فاتت راه قال لكم انتم يا طلبة من بره مفتوح، أرواحكم في النوم ديروا واش باغي تقولوا هو يحميكم. أنا نتمنى زوج ولا ثلاثة يشدوا القرطان تاعهم يسمعوا كيف تؤدى القصائد في تونس في المغرب في مصر في كذا، ويجيبوا لنا يديروا لنا كوكتيل تاع لحن ولا زوج ولا ثلاث ألحان ويدربوا عليه ويخرجوا بلحن جيد يخلي الناس مش حتى الصلاة ما يجبدوا ولكن يسمعوا هذا اللحن واللي هي هذا اللحن يجبدهم باش يحضروا ويستمتعوا معه. امبارح في مسجد من المساجد كان واحد من الكتب هذه شفت واحد الطفل حاطه في الارض. هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بسم الله الرحمن الرحيم في اشياء مهمه ما لازمش نحتقره، وايضا هذه القصائد ما لازمش نحتقرها ايضا نعطيها قيمه. انا نعطيها قيمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من القصائد باركها وحضر فيها. نعطي مثال في قصيده البوصيري يسميها قصيدة البردة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا البوصيري لما كمل القصيدة هذه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأعطاه البردة تاعه. البردة هي هذه الحاجة اللي تتكلم بالدورة والمفتوح، هذه اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هدية له. على واش؟ لأنه كتب هذه القصيدة يسميها لها البردة. عندنا كتاب واحد آخر يسمى الشفاء كان في العيار، هذا ايضا الرسول يكمل هذه الكتابه مدح فيها رسول الله واعطاه مناقبه واعطاه السيره تاع الرسول في هذا الكتاب يسمى بالشفاء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من قرأ الشفاء لا يصيب بالعمى في حياته. معنى ذلك ان هذه القصائد هذه الرسول صلى الله عليه وسلم باركها كي باركها على حتى احنا لازم نحافظوا عليها ونعطوها اكبر قدر الامكان ونعطوها للحياه الكامله باش هكا ننال البركه تاعها والفضل تاعها. بارك هو وافق عليه. وافق عليه. كما قال القرآن تاعو ترى موافق عليه. ترى موافق عليه. راح نتكلموا على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطفال. كيف اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطفال؟ اهتمامه بالاطفال كان قبل ما يزيد هذا الطفل. صنع بعض الحيثيات. اول حاجه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان. معنى ذلك ان كل مولود يولد على الارض سواء كان هنا في مكيلي ولا في عنابه ولا في غردايه ولا في طليان ولا في امريكا ولا حتى في اسرائيل يولد على الفطره. الفطره هي الاسلام. هذا الطفل يزيد مسلم، ولكن الاسره تاعو اللي زاد فيها اذا كانت يهوديه يصبح يهودي، اذا كانت نصرانيه يصبح نصراني، واذا كان مسلما يصبح مسلم. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يزيد هذا الانسان هذا اسس له